السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ لو اول مرة تشوفوني في قناة يوميات انا واخواتي ما تنسوش تدوسوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ولايك عشان كل الناس تستفيد. النهاردة بقى يا حلوين، شايفين الكوكيز الحلو اللي قدامكم ده؟ هنعمله بطريقة سهلة جدا، تقدري ان انت تعمليها في البيت بكل سهولة، مش هتحتاج معاكي اي مجهود، في اي وقت ممكن تقدري تعمليها. شايفين الكوكيز منظره تحفة ازاي؟ والطعم احلى. المنظر بجد بجد يشهي المنظر، يعني حاجة تانية. العين على رأي المثل بيقولك العين بتاكل قبل البق، والمنظر ان انتي تاكلي كده على طول. يلا بينا نحضر الطريقة مع بعض. هنجيب في البولة اللي قدام كده، حطيت كوباية الا ربع من السمنة على الزيت، حطيت ربع كوباية سمنة على نص كوباية زيت، وحطيت كوبايه الا ربع من السكر، وهدوبهم كويس جدا. اهم حاجه السكر بتاعك يدوب كويس، ما يبقاش فيه حبيبات. تقعدي تقلبي زي ما انت شايفه كده، اشتغلي تقليب. وبعد كده هجيب بيضتين واقلبهم معاهم مع الخليط بتاعي مع السمنه والسكر. بعد كده هجيب كيسين من الفانيليا واقلبهم، عشان الفانيليا طبعا زي ما انتوا عارفين بتضيع ريحه زفاره البيض، وتقلبي كويس جدا. تشتغلي تقليب كده لحد ما السكر والسمنة والبيض يدوبوا مع بعض ويبقوا متجانسين كده مع بعض كويس. كده انا اشتغلت. هجيب بقى المعيار بتاعي من الدقيق، جبت معيارين من الدقيق ده، او ممكن تقدري تحطي كوبايتين من الدقيق. المعيار ده بمقر، يعني بمقام كوباية من الدقيق. احط معلقة او نص معلقة من البيكنج باودر، ورشة من الملح. وبعد كده ابتدي اعجن العجينة بتاعتي. الاول اللي هتحطي معلقتين من الكاكاو، الكاكاو الخام اللي هو لونه يبقى غامق، عشان يديكي درجة الغمقان اللي انت شفتيها في الكوكيز كده. تنخلي اهم حاجة برضو من ان اي حاجة، اي معجنات تطلع معاكي، عايزاها تطلع ناجحة وكويسة معاكي، ان انت تنخلي الدقيق ده. الدقيق ده لازم يتنخل كويس جدا. ابتدي اقلب زي ما انت شايفة كده، خطوة خطوة كده براحتنا، لحد ما العجينة بتاعتي تحس ان هي بقت كويسة كده وملمسها حلو. نقلب بالمعلقة شوية، وبعد كده ابتدي اقلب بايدي برضو، عشان اي حد مش هيحس العجينة الا بايده. زي ما انت شايفة كده قلبت بالمعلقة. ابتدي بقى اقلب بايدي شوية عشان احس بملمس العجين كده. عجينة بسم الله ما شاء الله عليها. شايفين؟ ده منظر العجينة اهو بعد ما عجنتها واتلمت معايا. شايفين العجينة طرية؟ تبتدي بقى تشكلي اي شكل انت عايزاه. شايفين العجينة عاملة معايا ازاي؟ هنجيب بقى حبات من الشوكولاتة كده ونحطها. ده بسكوت الشوكولاتة ده، عامل كده زي الكورن فليكس. هنقلبه كويس في قلب الكوكيز بتاعي. بعد كده بقى هبتدي اشكل الاشكال. تقدري تشكلي برضو الاشكال اللي انت عايزاها. اعمليها دايرة كده وتحطيها حسب بقى حسب الرغبة. عايزاها دايرة كبيرة براحتك، عايزاها دايرة صغيرة برضو براحتك. هبتدي احط الشوكولاتة بتاعتي على الوش برضو، تشكل كده. اهم حاجة تحطيها في الفرن على درجة حرارة 200، وتاخدي بالك برضو من العجينة او الكوكيز بتاعي ده، تشوفيه يعني تبقي واقفة قصاده كده استوى. مش ان انتي تحطي وتتركي وتمشي يبوظ منك، لا.
تبقي واقفة قصاد حاجتك كده مفتحة لها. نرص الشوكولاتة كده واحدة واحدة معايا. شايفين يا جماعة؟ مجين من الدقيق او معيارين من الدقيق طلعوا معايا الكمية الحلوة اللي قدامكم دي. بعد كده اهو دخلته الفرن على درجة حرارة 200. ده منظره في الفرن، شايفين المنظر؟ ولا فرش معايا بقى ولا آه ما طلعش كويس، والله العظيم سهل جدا وما خدش معايا وقت. 10 دقايق بالظبط تلاقي نفسك خلصت الكمية اللي قدامك دي. تقدري تعمليها في اي وقت. شايفين المنظر؟ ودي كده بقى شكل الكمية بعد ما طلعت، يعني كمية ان انت تقدري يعني تدي ولادك منها وهما ماشيين على المدرسة. يفضلوا الاولاد رايحين جايين، حاطه لهم في علبة كده رايحين جايين عليها على ما تخلصي اكلك، اي حاجة في ايدك. شايفين؟ يعني بجد بجد حاجة سهلة جدا، وان انت تقدري تقومي تعمليها في اي وقت. واحنا دلوقتي الظروف يعني الناس بقت حالتها صعبة شوية. احنا نقدر احنا نوفر ونشيل الهم شوية، يعني ما نحاولش نتقل على نفسنا في المصاريف. تقدري ان انتي تعمليها في البيت، تخفي. الاطفال هيفرحوا باي حاجة انتي عملتيها. تخفي ان انتي تقدري تخفي من المصاريف شوية، حاجة مش مكلفة وتقدري ان انتي تعمليها. اهم حاجة يا جماعة، لو عجبتكم الوصفة ما تنسونيش في اللايك، وربنا يديمها علينا نعمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.